انت تعرف ان المشكله مع الاذكار مش انك ما بتقولش الاذكار، ده المشكله انك انت بتقول الاذكار. ايه اللي انت بتقوله ده يا مصطفى؟ هفهمك. في اذكار من كتر ما بنقولها بنحس ان هي دابت في بقنا، مش بس فقدنا اهميه الذكر، لا احنا فقدنا الذكر ذات نفسه. زي الصلاه على النبي كده، اتحولت من عليه الصلاه والسلام لعص السلام، عص السلام، عص السلام، اتحولت لصوصوه. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فالصوصوه اللي انت بتبعتها للرسول صلى الله عليه وسلم دي مش ذكر، ده ذكر محتاج استغفار بعد الذكر. احنا بقينا بنبخل بالذكر يا شباب، والسبب انك ما تعرفش افضال الذكر. فتعالى كده فرفش وهقول لك على 5 افضال للصلاه على النبي. اول حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها 10 وحطت عنه 10 خطايا. تاني حاجه هي سبب من استجابه الدعاء. تالت حاجه يكفى همك ويغفر ذنبك. رابع حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من احد يصلي علي صلاه واحده الا رد الله علي روحي فاسلم عليه. انت متخيل الرسول صلى الله عليه وسلم بيرد عليك انت السلام وبيرد عليك انت وانت بتبعت له صوصوه. خامس حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: ان اولى الناس بي شفاعه يوم القيامه هم اكثرهم علي صلاه، بس صلاه صحيحه. وكده لو حد قال لك ما تنساش تصلي على النبي هتقول له